الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة الهولندية مارك روت للمغرب زعجت ماشي غير الجزائر وصافي، وإنما حتى فرنسا ودول أخرى اللي ما كتعجبهمش كلمات الصحراء المغربية. كذلك بغيت ننوه بالموقف الإيجابي والبناء للمملكة الهولندية بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية. هذه الزيارة توقع فيها عدة اتفاقيات في عدة مستويات، وعلى سبيل المثال الاتفاقيات المتعلقة بالطاقات المتجددة الجديدة بحال الهيدروجين الأخضر اللي هولندا غتولي تستوردو من المغرب، لكن بشروط اللي دايرهم المغرب على هولندا وغادي نشرحهم واحد بواحد، ومنهم الصحراء المغربية. وايضا في الزياره تم التوقيع على استثمارات متعلقين بالبنيه التحتيه في المغرب، وزيد من التعاونات بين المغرب وهولندا في كل ما يخص الهجره الغير الشرعيه. فيما يخص الهجرة اتفقنا على تعزيز التعاون في مجال الهجرة. طبعا ايضا هذه مناسبه باش نعاودوا نلقاو حلول مبتكره للاستثمارات خصوصا في البنيه التحتيه، وذكرنا بالموقع الاستراتيجي اللي عند المغرب وهولندا. هولندا من الاخر اللي جينا نهضروا بصراحه انها جات للمغرب باش تاكل وتستافد منه، وبالاخص في كل ما يتعلق بالهيدروجين الاخضر اللي هولندا ما تخيلش شحال هي كتسابق عليه مع الدول الاوروبيه باش تاخذه من المغرب. بالإضافة إلى الاستراتيجيات الوطنية للهيدروجين الأخضر اللي غادي يتم اعتمادها مستقبلا إن شاء الله تفعيلا لتوجيهات السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. اجي واش في نظرك المغرب بليد لهذه الدرجه انه يعطي لهولندا الهيدروجين الاخضر ويساعدها في التغلب على الهجره الغير شرعيه اللي كتعاني منها غير هكاك، يعني بدون مقابل؟ الا جاوبتيني وقلتي لي بانه غيكون مقابل مادي للمغرب فراك غالط، وهذه هي اخر حاجه غيفكر فيها المغرب. بكثر ما غادي يفكر او يفرض وتبع معايا مزيان على اي دوله بغات تاخذ من المغرب شي حاجه، خاص يكون ولا بد موقفها تجاه الصحراء المغربيه واضح، وما كاين ما ولكن، وهذا الشيء راه اكد عليه الملك محمد السادس في الخطاب ديالو ديال العام اللي فات. ولحسن الحظ هو ان هذا الشيء فهمته هولندا مزيان، واكدت في الزياره على موقفها الثابت للصحراء المغربيه. في الموقف الإيجابي والبناء للمملكة الهولندية بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية. في الحقيقه ما كرهتش نشوف الوضع الحالي ديال الجزائر وهي كتشوف اعتراف مور اعتراف بالصحراء المغربيه، وما نساوش طبيعه الحال فرنسا بخصوص موقفها المحايد تجاه مغربيه الصحراء اللي كيخلي العلاقه ديالها مع المغرب تزيد تكهرب اكثر، ودول اخرى يجيو يسبقوها وهي باقا غير كتشوف. فشنو غيكون في نظرك تصرف ديال كل من الجزائر وفرنسا بخصوص هذه الزياره ديال رئيس الحكومه الهولنديه للمغرب؟ مرحبا بكم في هذا الفيديو عند خوكم الزعيم، وغادي تشوف اخبار حصريه بشكل يومي. المغرب حاليا، وغير باش تكون عارفه صديقي المشاهد، هو انه ولا كيبان هوته لكل دول العالم، وهادشي ماشي فقط منحصر على الموارد الطبيعيه اللي كيتوفر عليها بحال مثلا الفوسفات، الكوبالت، الطاقه النظيفه والهيدروجين الاخضر وزيد، وانما اللي خاص تعرف هو ان المغرب حاليا ولا كيشهد على صناعات اللي النظام الجزائري ما بقاش كيحمل انه يسمعهم. وهنا كنهضر على صناعه السيارات، صناعه بطاريات السيارات الكهربائيه، وصناعه القطارات، وايضا صناعه الطائرات وزيد. فواش كتخيل معايا صديقي ان هادشي اللي دار المغرب راه ربي هربه ديال العدو على الجزائر؟ وخلي لي دابا في الكومونتير الرايه المغربيه باش نعرفك راه كاين هنا صديقي المغربي. وكل هادشي اللي سمعتي حاليا خلى دول ومنهم هولندا يثقوا في المغرب والمنهج اللي غادي عليه حاليا، الشيء اللي خلى هذا الوفد الهولندي وعلى راسهم رئيس الحكومه الهولنديه يجيو للمغرب ويوقعوا على اول اتفاقيه واللي كتخص الطاقه المتجدده الجديده. وهنا كنهضر على الهيدروجين الاخضر اللي غيولي المغرب يصدروا لهولندا. مذكره تفاهم في مجال الطاقات المتجدده والطاقات الجديده والنجاعه الطاقيه، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الوطنية للهيدروجين الأخضر اللي غادي يتم اعتمادها مستقبلا إن شاء الله تفعيلا لتوجيهات السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وايضا غيكون تعاون بين المغرب وهولندا في قضيه الهجره الغير الشرعيه ديال المغرب، غادي يساعد فيها بشكل كبير هولندا لحد من المهاجرين الغير شرعيين اللي كيتوافدوا لهولندا بشكل كبير. حيت اللي كيوقع في هذه المساله واللي خاص تعرف هو ان المهاجرين المغاربه الغير شرعيين ملي كيهاجروا لاسبانيا فمباشره كيمشيو لهولندا، يعني من المغرب اسبانيا ومن اسبانيا هولندا، شيء اللي خلى هولندا تعاني بشكل كبير من هذه المساله وتطلب المساعده ديال المغرب. فيما يخص الهجرة اتفقنا على تعزيز التعاون في مجال الهجرة، وسنعقد اجتماعا تقني خلال الأسبوع المقبل للاتفاق على إجراءات التي سوف تكون عملية إن شاء الله. ومن هادشي كامل اللي سمعتي واللي قدموا المغرب من مساعدات لهولندا، كنلاحظوا من هولندا تأييد الشامل للحكم الذاتي للصحراء المغربية، وهذه حاجة اللي بصح كتعني للمغرب الكثير والكثير. تكثيف وتوسيع العلاقات الثنائية والدفع في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كذلك بغيت ننوه بالموقف الإيجابي والبناء للمملكة الهولندية
بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية. الجزائر وفرنسا من بعد هادشي اللي وقع البارح كنظن بانهم غيباتوا بلا نعاس، حيت الا هضرنا غير على فرنسا وثيق فيا صديقي انها غتندم لكونها لحد الساعه ما اعترفاتش في الصحراء المغربيه، وغتضيع عليها شراكات قويه لدول اخرى زربوا عليها من قبل وغادي يزربوا عليها مستقبلا في انهم يديروهم مع المغرب. اما الجزائر في هذا الموضوع ما عليها غير تقبل التطور اللي كيشهد عليه المغرب وتركز وتمشي لروسيا والصين وتشوف باش غينفعوها، هذا الا نفعوها بعدا بشي حاجه.